السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، مش قادرة اقول لكم على كمية المطر اللي عندنا النهاردة. كان ليلة الوقفة قبل العيد بيوم. طبعا بعد ما الواحد نظف وروق وظبط اموره، لقينا الحتة عمالة بتمطر بالكمية الرهيبة دي. فطبعا انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده عشان اقول لحضراتكم تتصرفوا ازاي لو عندكم بيت للسلاحف فوق السطوح او في الحديقة او في مكان مفتوح. هتتصرفوا ازاي مع كمية المطر الشديدة دي؟ فعشان كده حبيت اعمل لكم الفيديو ده. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم، ونذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زي ما حضراتكم شايفين كده هنا المشمع، شايفين المية كلها جت على المشمع. انا طبعا السطح عندي بلاط، طبعا احنا كنا عاملينه بلاط ده مخصوص بسبب المطرة، عشان طبعا يبقى يعني طريقة شيلها سهل. طبعا بنفض المشمع كل شوية كده من المطرة، وبعد كده بغطي بيه البيت كامل زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا انا حطيت قطعة قماش عليه على اساس برضو تشرب من المية اللي هتنزل، لان المطرة كل شوية كانت بتمطر شوية والموضوع يهدى شوية وترجع تمطر تاني. طبعا انا كل ما بتهدى بنسحب المية دي طبعا على البلاعات وكده، على اساس الحتة كانت بتمطر تاني. ده طبعا زي ما بقول لحضراتكم كده كان يوم الوقفة. الجو بعد ما كان حلو فجأة كده، هو طبعا ما مطرش في كل البلاد، ده مطر يعني في بعض البلاد. فسبحان الله، طبعا المطر خير وكل حاجة ربنا يجيبها خير، المطر من عند ربنا. بس طبعا معظم المربيين بيقلقوا جدا على السلاحف، سواء كانوا مربينهم في البلكونة او زي ما بقول لحضراتكم في السطوح او في الحديقة. ففي الوضع ده لو احنا مثلا عاملين بيت خشب، مش سهل قوي ان احنا نجيب مشمع ونغطيه. وطبعا لما المطره تخلص خلاص بنشيل المشمع، بنلاقي طبعا مفيش اي تسريبات خالص، التربه نظيفه والسلاحف تمام، ما جاش عليها ولا نقطه ميه، وده احسن حاجه. طبعا. طيب يا طنط نانا، لو مفيش بقى مطر والجو حلو بس احنا في الصيف والشمس حامية جدا، فانا طبعا في الوقت ده برضو ما بسيبش السلاحف تحت اشعة الشمس المباشرة، عشان طبعا ما يجيلهمش اجهاد حراري، ولا بسيبهم تحت المطر عشان يجيلهم برد. لا طبعا، السلاحف عاملة زي البيبيهات بالظبط. زي ما احنا بنحافظ على اولادنا الصغيرين او حتى لو كبار، لازم برضو نحافظ على اي حيوان احنا بنربيه، لان طبعا الحيوانات ما بتتكلمش، مش هتشتكي، مش هتقول انا سقعانة او انا حرانة او انا جعانة او بردانة. لا طبعا، فاحنا لازم نراعي ربنا في اي حاجة احنا بنربيها. لازم نتقي الله ولازم ناخد بالنا منها كويس. مش عشان هي سلاحف ونقول ما هي بتتربى كده في الطبيعة. في الطبيعة طبعا بتبقى عاملة جحر وحفر وحاجات من دي، بتقدر تستخبى منه، سواء من إشعة الشمس الحامية أو من الأمطار. فسبحان الله، أما عشان إحنا جبناها عندنا في البيت وحطيناها في القصر، فلازم إحنا نوفر لها الحاجات دي. فطبعا أنا حطاهم فوق السطح، مش هيقدروا طبعا يروحوا يمين ولا شمال، طبعا المطر هتنزل عليهم مباشر فما ينفعش خالص. فأبسط حل إن إحنا نحط عليهم مشمع. طيب انا بالليل بقى خالص، حتى لو في الصيف او في الشتاء، بفرش القماشه اللي لونها احمر دي من غير المشمع عادي. يعني عايزه احط المشمع لو عارفه ان الارصاد المطر ممكن تمطر، فبروح حاطه المشمع ده عشان لو انا مثلا لا قدر الله الحته مطرت بالليل وانا نايمه، ابقى برضو مطمنة على السلاحف. طيب لو مفيش امطار والجو كويس، ممكن اكتفي بقطعة القماش بس، عشان برضو احمي السلاحف من اي تيار هوا ممكن يجيلهم بالليل، او نسمة البرد اللي بتيجي ساعة الفجر دي. عشان انا بخاف جدا على السلاحف بتاعتي من اي مرض ولو برد، لان طبعا علاج السلاحف للاسف الشديد بيطول جدا، سواء برد
أو ديدان أو أي حاجة بتطول وبتاخد وقت جدا في العلاج، فالوقاية خير من العلاج. حبيت أعمل لكم الفيديو ده، يا رب الفيديو ينال إعجاب حضراتكم وتكونوا استفدتوا، وأكون قدرت أجاوب على الأسئلة اللي حضراتكم بتسألوها لي باستمرار. طب في الشتاء هتعملي إيه يا طنط نانا في بيت السلاحف وهو فوق السطوح، أو في الصيف هتعملي إيه؟ أنا وريتكم نموذج بسيط جدا وطريقة سهلة جدا، غير مكلفة بالمرة وغير متعبة بالمرة، ازاي نقدر نتعامل مع بيت السلاحف سواء في الصيف او في الشتاء. بحبكم في الله، اذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. سلام عليكم.